اهلا بيكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جالكم فيديو جديد، وصفة جديدة. وهنجيب معانا بصلتين او بصلاية كبيرة. هنقطعهم مكعبات صغيرة، وهنقطع طماطم وفلفل وهنحطهم في الخلاط. هننزل عليهم بربع كوباية من الخل، وهنضربهم في الخلاط بدون اي اضافات تانية. خلاص. تعالوا بقى اقول لكم النهاردة هنعمل ايه. هنعمل حاجة كده ناس كتير بتحبها بس ما بتعرفش تعملها قوي، فانا جايه النهارده اسهلها عليكم. هنصفي بقى ايه القوطه والبصل والفلفل اللي احنا ضربناهم في الخلاط. هنصفيهم كويس اول عشان احنا مش عايزين فيهم اي تفل، عايزين سوائل بس. ممكن تضربيهم في الخلاط او ممكن تضربيهم في الكبه. النهارده هنعمل ايه بقى؟ هنعمل الشيش تاووك. الشيش تاووك تعمليه من الوراك مش من الصدور. يفضل الوراك، بس لو انت حابه تعمليه من الصدور مفيش مشكله، بس الوراك اكتر يعني حلوه. هنحط بقى يعني عصير ليمون. نجيب ليمونتين كده ولا حاجة، ونعصرهم في اللي هو الليمون الكبير اللي هو القضايله اللي هو في السوق ده. حلو، ممكن تحطي نص واحدة، نص ليمونة. واشتريت بهارات شيش وحطيت معلقة. وحطيت كمان فلفل اسود، وعندي بهارات فراخ حطيت، وتوم بودرة وبصل بودرة. لو عندك بابريكا حطي. وهنحط بقى ايه حوالي معلقتين من الزيت كده. هنقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه، وهنضيف كمان مكعب من المرقة. كل الاضافات ديت بتدي طعم ونتيجة حلوة قوي. ده بقى بقية الشيش طاووق، بقية البهارات. فانا قلت ايه خلاص كفاية معلقة، قلت لا انا هحط المعلقة التانية كمان. تمام. يعني بيعلي التست شوية، التست اللي هو الطعم. معايا بقى الوراك اهيت، مسكتها غسلتها وقطعتها. طبعا انت بتروحي عند بتاع الفراخ بتقولي له انا مثلا بتختاري الوراك بتاعتك، يفضل لو كانت كبيرة خلاص علشان ترمي معاكي يعني كمية حلوة. هقوله بقى اخليها لي شيش، هيشيلك العظم اللي فيها كلها، مش هيخلي فيها عظم خالص. وتجيبيها بقى تغسليها، تنقعيها في الدقيق وملح وليمون، تغسليها كويس وتقطعيها. وبعد كده بقى تضيفيها في آه، تضيفيها بقى في المكونات اللي احنا عملناها في الخلطة دي. تمام. وهنجيب بقى معانا فلفل الوان احمر اصفر اخضر، ونقطعه برضو مكعبات كبيرة. ومعاهم برضو بصل هيتقطع مكعبات كبيرة. ومعايا عيدان الشيشه اهيت، لازم تبليها بالميه علشان خاطر ما تتحرقش معاكي. حتى لو اتحرقت في الفرن مش هتبقى شكلها محروق، هتتغسل هيطلع منها على طول. هعمل بقى الشيش بتاعي. احط مثلا فلفله احمره، يعني فلفل احمر، وبعد كده احط حته فراخ، وبعد كده فلفل اصفر. يعني ايه ما بين كل حتة فرخة اللون فلفل معين، فاهميني؟ خلاص هحط بقى ايه مرة فلفل احمر، واحط حتة فرخة فلفل اصفر، واحط حتة فرخة بقى فلفل اخضر، وحتة فرخة وبصل برضو ما بين كل حتة فرخة والتانية. موضوع سهل جدا وبسيط على فكرة، فيه طرق كتيرة جدا للشيش، بس دي طريقة سهلة وبسيطة جدا، يعني مش هتكلفك حاجات كتيرة. كلنا زهقنا من الفراخ وان احنا نسلقها او نحطها في الفرن. لا، النهارده بقى جايلكم اقول لكم اعملوها شيش تاووك، حلوه وجميله جدا. كده خلاص. بعد بقى لما خلصت رصيتها كلها في العيدان. طبعا زي ما انت حابه تقطعيها قطع كبيره او قطع صغيره، بس عايزه اقولك انت ما تصغريش القطع قوي لانها بتكش. هدخلها بقى فرن سخن جدا. وده بقى شكلها بعد لما خلاص استوت. بتولع عليها الشوايه علشان تدي لون. هجيب بقى حتة فحمة ومولعة، وهنزل عليها بمعلقة من الزيت، واغطي بقى عليها تاخد طعم الشوي. جربوه بقى يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وحطوا لايك، ومع السلامة.